السلام عليكم خوتي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ احوالكم مزيانه؟ تحيه كبيره لكم وتحيه خاصه لخوتي المغاربه داخل وخارج الوطن. فيديو جديد، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا باللايكات باش الفيديو يطلع وصوتنا يتسمع، وعاونونا بالبارطاج وبالفيديو، كملوا لينا من الاول للاخر. وندخلوا الموضوع مع هذا الفلسطيني اللي دعاوي البلا وربي بغى يفتحوا في هذا الشهر الكريم. ناض كيسب فينا هو وبنته. تحصل دابا واحد الحصله ديال الكلاب مخبي عند نسابو في فاس، هارب هو وولادو، خلى دارو. ناضوا ليه الجيران بالمعيور وتشوه في الدرب ديالو. ما بقاو ولادو يقدوا يخرجوا ولا يتسخروا ولا يجيبوا شي حاجه. اللي خرج كيبداو يعايروا فيهم في الزنقه في الشوارع، في الدرب ديالو فين كيسكن. كلشي كيعايروا يا الخائن يا الفاعل يا التارك. جمع ولادو ومشى عند نسابو، مخبي عند نساب. وي وربي. وهاد الشهر الكريم فضحوا هاد الفضحه وحصلوا هاد الحصله ديال الكلاب. امال كان هاني بخير واكل شارب، سمعته مزيانه، ما غافلين عليه ما مدينهاش فيه. امال هو راه كان كيعيرنا من شحال هذا، وكينقص منا وكيستهزئ من التقاليد ديالنا. على اعراسنا كيعيب في الاعراس ديالنا، بلي حنا اعراسنا ما كنحشموش، كنديروهم مختلطين، وبلي هما لا هما رجال بوحدهم والعيالات بوحدهم، هما عندهم الاحترام وحنايا لا ما كنحشموش. القصر اللي في مراكش قصر الباهيه كله معلمه تاريخيه، لا هو بقاو كيجبدوا غير ديك الحاجات التافهه هي اللي كيجبدوها ويستهزئوا بينا من خلالها. ما كيجبدوش الحوايج الزوينين اللي في المغرب ويهضروا عليهم وهما عندهم قناه ويبينوا واحد الصوره زوينه على المغرب اللي هما عايشين فيه، من خير المغرب عايشين. ومره جا النهار الاول جارين عليه حالته حاله، لا هو ولا ولادو من المغرب. عاش في الخير وتمخمخ في الخير ودار الفلوس ودار السكنه وشحال من حاجه. المهم هادشي كلشي حنا عارفينه، ما غنعاودوش نهضروا عليه. ولكن هو هادشي ما كيهضرش عليه ويعطي واحد الصوره زوينه على المغرب، لا كيمشي لدوك الحوايج التافهين. هما اللي كيجبد وكيبغي يبين المغرب بيهم باش نبانو حنا في الصوره خايبه. يعني واحد الانسان حقود، واحد الانسان كيكره المغرب، وحنا ما كناش مدينها فيه. ودابا مني حصل وبدينا كنرجعوا للقناه ديالو باش ناخذوا مقاطع وناخذوا هذا ونعرفوا الناس على مدى الخبث ديال هاد العائله. هو مشى دار اخفاء القناه وهرب عند نسابو، تخشى عند نسابو. وحنا باقين، حنا ما غنغفلوش عليه وغنبقاو حتى يخرج من المغرب، حتى يخرج لينا من بلادنا. مادام واحد الانسان عايش معانا وما مقدرناش وما محترمناش وما كيبينش واحد الصوره زوينه على البلاد اللي لحم كتافه من خيرها، لا هو قال لك لا، هو داكشي هو خدام بدراعه، هو راجل على رجال المغرب، هو احسن منهم، هو خدام بدراعه، هو ما كيعترفش بالجميل ديال المغرب وديال المغاربه، لا هو ما كيعترف حتى بحاجه. في واحد الانانيه وواحد العنطازه اللي جابته الارض وخرجت عليه. يا الله بشنا هي عليه دابا، ما بقى في سكنته، ما بقى مستافد من قناته، حالته حاله حتى حنا ما سكتناش عليه وبقينا عليه. راه صافي، راه حالته لو كان رجعت به، راه دابا راه ما كرهش يخرج يعتذر، ولكن يعرف الاعتذار ديالو مرفوض، وعرف راسو حصل، وعرف راسو صافي مشى فيها، دارها مع المغاربه صافي. غير بانت عليه ديك النقطه وخرج كيسب فينا صافي، ومشينا كنبقشو كنبحثو من وراه وجبدنا كاع الخبث اللي عنده، داك الكره اللي عنده من جهه المغرب. المهم راه حاصل واحد الحصله ديال الكلاب عند نسابو، وحتى النساب راه غيكونوا داروا في بنتهم. الا كانوا شي ناس واعيين، هما راه فاسين، ناس واعيين، تحيه لاهل فاس وبعقلهم، راه هما غيدوروا فيه وفي ولادو ويدوروا في بنتهم، يقولوا ليها اللي انت كتسبي في المغاربه وكتقولي لهم راجلي حسن من طاسيلتكم وطاسيلة باكم وطاسيلة تمكم. انت واش مغربيه زعما بعقلك مغربيه حره ولا شرموطه ولا ما عرفت شنو كيف ما عرفت كيف كيقولوا لا. وحق الله العظيم هما خصهم يدوروا في بنتهم وما يتقبلوش عندهم نسيب مسخ بحال هكا بهاد العقليه، كاره بلادنا
وكارهنا حنا المغاربه وعايش وسط منا. هذا هو المشكل، كاره بلادنا وكارهنا وكيقول علينا الصهاينه وعبده الصهاينه وعايش وسط منا. ايوا لا فك النفس، ما تبقاش حنا صهاينه وعبده صهاينه. عطينا سيدي باتساع، ماشي تمشي تخبى عند نسابك في فاس راه هي جزء من المغرب، راه هي مغربيه. فاس فين مشيتي عند نسابك، الا فك النفس رجع لبلادك. شي ديك اسمحوا لي ديك الهضره اللي كيقول حقا بنتي غاده تمشي، وهذا راه باقا حتى حاجه ما كاينه من داكشي. هو دابا تخبى، باغيين نتناساو هذا الموضوع، باغيين ننساو وصافي. ومني بحال كيقول شعب طيب، وهذا هو راه عارفنا بينه وبين نفسه، عارفنا شعب طيب وشعب مزيان، وهذا وليني ما كيعترفش. كيبغيو يعطيو علينا واحد الصوره خايبه في العالم العربي، ما كيبغيوش يعترفوا بينا باللي رحنا طيبين ومزيانين وهذا. وليني تحنا مني جبدنا جبد الوجه الاخر ديالنا، صافي تحنا عطيناه علاش يقلب، ما سكتناش ليه، مرمدناه مردسناه في اليوتيوب. ايوا راه حولوا دابا، راه غبر غاطس مخشي عند النساب، راه ما كيفنفنش حيت عرف راسو كحلها وزبلها. وراه الا جراو عليه النساب فين غيمشي؟ يمشي للشارع. ايوا راه حالته حاله، كان راس ولا رجلين. ايوا هذا هو اللي كيلعب مع المغاربه، هذا هو اللي كيلعب مع المغاربه. كان راس رجع رجلين، راه دابا ما كيفنفنش. ولو كان رجعت بيه السين تالور يعتذر، وماشي غير يعتذر، واخا هو راه في القلب ديالو راه ما كيحملش المغاربه وما كيحملناش وما كرهاش تنوض عندنا في بلادنا وينوض عندنا الصداع. كيحسدونا على الامن والامان اللي كنعيشوه في بلادنا. ولكن لو كان طاح عليه العقل ورجعت بيه السين تالور كان غادي يدير داك الاعتذار، غير غيبان في الصوره زعما باللي اعتذر باش شويه تطفى عليه القضيه. ماشي بحال دابا ناضت عليه هاد النوضه في اليوتيوب تولا فما هي وما لونها. لو كان رجعت به السين تالور كان غادي يعتذر. دابا عراف فات الفوت، الا درتي لافوت درتي لافوت وفات الفوت. دابا داك الاعتذار ويلي ويلي ويلي، سير كوليه اش خلاو المصريين بيليه ويشرب ميته. والو ما بقى ساوي والو، غير مع نطاق الحديث وهذا كنجبدوه. اما والو دابا ولو تبكيهم دم. عرفناك اش كتسواق مادام ما كتحملناش وما كتحملش بلادنا وما كتبغيش حتى مليكنا. مادام المغرب كتبدا تستهزأ منه، هذا شنو كيعني؟ هذا اذا ما كتبغيناش كنا كتستهزأ بالتقاليد ديالنا الانسان اللي كيكون ما حاملكش وما باغيكش ديما كيقلب غير على ديك الحاجه الناقصه، الحاجه التافهه، هي اللي كيبغي يجبدها، ما كيبغيش يجبد شي حاجه زوينه. كيستهزئ بالنساء المغربيات باللي ما فيهمش الاحترام. ولدو راه داير واحد الصوره مع انك جوج مغربيات، وحده شاده باليد اليمنى وحده باليد اليسرى، ومن خلال هضرته فواحد هذا كان حاطه في انستغرام، انا شفتو في انستغرام، من خلال هضرته كيبغي يبين زعما باللي المراه المغربيه بحال رخيصه. ولكن حنايا كيف ما كنقول ديما كنكبروا الشان بوجعران، كنهزوا بنادم فوق العماريه. هو ما كيكون مساوي والو في بلادو، كيجي لبلادنا وكنديروا ليه قيمه. نستاهلوا مني كيديروا فينا هاد الحاله. حنايا اللي ما كنسواوش، وحنا اللي كنكبروا الشان البوجعران. على هادو النهار الاول جاو جراتل لبسوا في المغرب وصيفطوا لهم الجاليه المغربيه الكوليات من برا، خالته سعاد خالته فاطوم، الكوليات واللبس ولبسوها المغربيات، هما اللي نجروها وعلموها كيفاش تلبس. رجات النهار الاول مشنتفه ومشعكه، نواضرها خارجين عمره وعدها 80 عام، عادت نجرات وعاد ولات بخير بالمغاربه، وكلاو وشربوا وتمخمخوا وداروا الفلوس ولاو بخير. وشو دابا كيولاو حالتهم؟ هي راه صافي راه مكمدات، هي ندمات على داك اللايف ولات كتقول كنت عليا عقل دابا ما نديروش. ايوا ونايضه تسب في المغاربه في بلادهم، هذه راه ما نتقبلوهاش. شي نكونوا مع بعضياتنا ومغربي سب مغربي ولا هذا يدبروا ريوسهم. مريني واحد عندك في بلادك لاجئ في بلادك وينوض يبدا يسب فيك، هذه راه ما كتقبليهاش.
وهذاك اللايف سبحان الله سبحان الله بيه باش تعرفوا على حقيقتهم. سبحان الله، راه ربي مني كيبغي يفضح واحد الانسان وهذا الشهر الفضيل راه سبحان الله كيجيب بواحد السبب بسيط، هو غير لايف واحد سولها جاوباتو داك الجواب اللئيم، الجواب الحقود ديالها، صافي حتى ناضت هاد الروينه في اليوتيوب، تولينا كنمشيو للقنوات، ولينا كنقلبوا في الفيديوهات، ولينا كنلقاو المعيور السبان، عاد عرفنا هاد العائله اش كتسوى. ايوا دابا خلاصه القول، وجمع شطيطك ما تباتش هنا، قلتي بنتك واحد الاسبوع وغادا تمشي، وفينا راه فات اكثر من اسبوع. شنو قلتي اسبوع غتنسى القضيه وغنرجعوا للقناه وهذا بحال ما كاين والو؟ لا ابدا. وتقول ديك اللفعه مول القرينات واش تبقى معنا في المغرب؟ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بنادم كان جالس بخير ما خاصو والو، وشوف دابا حالتهم كي ولات، ولاني هما اللي بغاو، هما اللي يقلبوا علينا، وهما اللي بداو والبادي اظلم. المهم خوتي العزاز، خوتي المغاربه، هنا كيتسالى الفيديو ديالنا. بسلام عليكم، الى فيديو اخر بحول الله. خليت لكم الراحه والسلامه، والله ما كنسخى بكم، ولكن بسلام عليكم، فيديو اخر.